البايك اللي سافر 5 دول مع ايزي بايكر. النهارده انا حبيت اعمل عنه ريفيو، وفي نفس التوقيت كمان هو كان حصل له مشكله بسبب البطاريه. كان جايب جهاز اسمه جامب ستارتر، عجبني قوي فكرته. فالنهارده هاخدكم رحله حوالين البايك الياماها ال 1200 سي سي من معرض ايزي بايكر. يلا بينا نشوف ايه القصه. مبدئيا انت بتتكلم هنا ان البايك 1200 سي سي. لو انت بتدور على بايك حابب ان انت تسافر بيه او للطرق الطويله، يبقى ده انسب بايك ممكن تجيبه. طبعا للناس اللي ما تعرفش، البايك ده موديل 2012. الفكره هنا ان هو الشيب بتاعه الشيب بتاع سفر. طبعا هو بيتعدل له شويه حاجات. يعني مثلا ايزي بايكر بيعمل هنا ظهر عشان وهو مسافر بيسند ظهره عليه. في 3 توب بوكس، طبعا هنا واحد واثنين، واحد يمين واحد شمال. طبعا انتوا لو حابين تتابعوا الرحله دي، اللي عاجبني كمان ان هو بصوا حاطط حتى الاماكن اللي راحها على البوكس، ودي حاجه كويسه سواء جوه مصر او بره مصر زي ما انتوا شايفين كده. طب ايه مواصفات البايك؟ وهنخش كمان للموضوع بتاع الجامب ستارتر. لما البطاريه بتاعه الموتوسيكل فصلت، جهاز قد كده قوم البايك الهيوج العملاق اللي قدامكم ده. بس قبل ما نخش في القصه دي هقول لكم ايه مواصفات البايك. كان الحلو في الموتوسيكل هنا ان الموتوسيكل عالي جدا عن الارض. طبعا هو زود له اضاءات زياده زي اللي انتم شايفينها دي، اللينسات دي، وكمان في لينسات في الجهه السفليه دي، واتنين طبعا مساعدين مقلوبين، ودي حاجه بتساعد اكتر على الستيبل بتاع البايك لما بتيجي تاخد اي نقره او اي حفره. بلس بقى ان انت عندك هنا الجنود سلك، والجنط سلك بيكون سموز اكتر في الحركه مع المطبات والمدقات زي ما انتم عارفين. الفرد امامي وخلفي، بالمناسبه الفرامل هنا اي بي اس امامي وخلفي. الفرده الاماميه 110 80 19، الفرده الخلفيه 150 70 17. الهورس باور بتاع الانجن هنا، طبعا الانجن هنا انجكشن بيطلع هورس باور 110 7250 لفه في الدقيقه، 114 نيوتن متر. هنا بنتكلم في 261. طبعا ده مش حاجه قليله، ده احنا بنتكلم بالليكويد، بالبنزين، بالزيت، بالقصه دي. طبعا بلس ان انت لو حاطط بوكسات وحاطط وزن زياده، ده هيبقى الوزن اتقل بتاع البايك، فعشان كده بيكون ستيبل اكتر معاك على الطريق. بالنسبه للمساعد الخلفي، مساعد افقي زي ما انتم شايفين، مايل شويه للرأسي. والتبريد طبعا بتاع المحرك هنا تبريد ميه. النسخه بتاعت 2012 لو جينا بصينا هنا للعداد هتلاقيه هاف ديجيتال مع هاف انالوج. بصوا كده هتلاقي نص ونص. والحلو كمان ان هو حاطط الفولتاميتر. في منه اشكال كتير وفي منه براندات كتير، اعتقد ان هلاقيها لكم في الجزء